تعرفي ان الكتل الغلاية الكهربائية هتسبب لك سرطان لو عملتيش الحاجات اللي هقولك عليها دلوقتي. اول حاجة اوعي عشان في ميه موجودة تشغلي الزرار وتحطي شاي بعديها بشوية، اصل في شوية ميه، طب نعمل كوباية شاي على الميه الاولانية. لازم الميه دي تفضى اول باول، والكتل دايما يكون ناشف من جوه مفيهوش اي ميه، لان الميه هتطلع الرواسب اللي جوه الكتل وهتسبب لك سرطانات لا قدر الله. تاني حاجة لازم تعملي دورة غسيل الكتل كل اسبوع على الاقل، تحطي فيه خل او تعصري فيه ليمونة وتسيبيه الميه تغلي، بعد كده تكبيها وتشطفيه كويس بالميه والصابون، كده يبقى الكتل معاكي مية مية وصالح للاستخدام. كمان اوعي تحطي الكتل جنب نار، لان اي تطبيقه صغيره في الكفر الخارجي بتاع الكتل ده هتبوظهولك. واوعي تحطي الكهرباء بتاعته جنب ميه، ويا ريت اول ما الكتل يخلص فتره الغليان بتاعته تشدي الفيشه، اوعي تسيبيه جوه الفيشه، لان مع التيار بيقطع وبيروح ويجي الحاجات دي ممكن تضرب الكتل من جوه ولا قدر الله يسبب انفجار او اي حاجه. خلي بالك على صحتك وصحه اسرتك وعيشيها صح. لو وصلتي من الفيديو اعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، والمتابعين على تيك توك اعمل متابعه ولاف وسيف لي الفيديو.